السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم حبيباتي؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. إحنا الحمد لله بخير بعد ما خلصنا هالمرضى. الحمد لله إنه ربنا بشافي وبيعافي، اللهم لك الحمد. ولا غنى ولا بد عن القهوة حبيبة الكل. يعني بحاول إني أضل ممكن ل 12 الظهر إني ما أشرب قهوة، يعني إني بدي أستغنى عنها، يعني إن فترة الصبح لا والله ما بقدر. حكيت لكم باكل شغلة بسيطة جدا عشان إني أشرب فنجان، حتى لو أنا مريضة بحس إنه يعني اليوم صحيت الحمد لله. راسي بوجعني من إيش أنا ما بعرف، فأكلت إشي بسيط جدا وشربت دواء. يعني وشربت فنجان القهوة يعني، والحمد لله. والحمد لله يعني طول هاليوم إحنا بنشتغل بفضل الله، والواحد لما هسه يعني قدرت إني أفضى وأسجل. فشو أخباركم؟ إن شاء الله مناح. كيف الأجواء؟ يعني هي مش شتوية، يعني ما في شتاء، أجواء الصقيع هي. فبحاول إني حتى أبعد سبحان الله عن إني أكل سكر وأكثر منه، بس يعني ما بعرف شو بصير. سبحان الله، يعني اجتماع هالحبايب و القهوة يعني بدها شغلة حلوة هيك، يعني إذا ما في شوكولاتة أشياء ثانية. واليوم طبخة اليوم حبيباتي اللي هي رقاق وعدس أو رشتة وعدس، عرفته؟ فهي هاي أنا ما بطبخها كثير، بس أنا تعلمتها. يعني أنا مثل الكبار يعني. وأكلي فلسطينية 100%. هي والله سهلة مش غلبة، وحبيت والله أعملها أنا. مش كل أولادي بحبوها، أنا بحبها. ويعني أحكي لكم، خلينا نصها اللي في البيت بحبوها يعني، فأنا حكيت عشان مش الكل بحبها والله. لأنه بما إنه بدي أعمل العدس حب، يعني راح أعمل شوية مجدرة وشوية رقاق وعدس. فإني هيني عجنت العجينة. هسا أنا المفروض إني مثلا حطيت بالطحين الأبيض. لازم إنه مثلا حطيت طحين قمح، بس بتعرفوا إنه راح عن بالي. بس شو عملت؟ لما خلص إني اتذكرت بعد ما عجنت طلت الكيس، حكيت مش أنا بدي أفرد الرغيف، برش من طحين القمح على الرغيف وأنا برق فيه، عرفته؟ فكثير يعني كيف بدي أحكي لكم، كأنكم يعني خلص مدخلين فيه طحين القمح. ومشت يعني الوحدة بشطرتها بتمشي أمورها إن شاء الله. هسا يعني كيف بدي احكي لكم، بتعجنوها بمي فاترة. ما بتحطوا اشي، طبعا العجينة مش خامرة. بتحطوا لكم شوية ملح وبتعجنوها. اذا بتحسوها رخوة، انا هسا لما عجنت بتشوفوا حسيتها رخوة شوي، فهاي العجينة مش لازم تكون رخوة، لا. حطيت شوية طحين وعجنتها كثير كثير منيح، ولازم تخلوها تتريح. يعني العجينة يعني يعني بحدود الكيلو، أقل من كيلو. هسا أنا دائما لما أجيب البهارات بحب الكمون بالذات أجيبه حب وبطحنه أول بأول، فبظله طازة. أنا بهمني الكمون كثير يعني، عرفته؟ هسا الأشياء الثانية بتكون لا سبحان الله طعمها عادي، يعني مثلا مثل القرفة، فلفل الأسود، طعمها بيكون فريش وطعمها يعني ظاهر. بس انه لا، الكمون صراحة ما بحسه زي ما بدي، فعشان هيك دائما انا بجيبه حب وبطحنه. ويفضل هي يعني الاشياء اللي تجيبوها حب وتطحنوها، مثلا بتعوزوا الهيل، القرنفل، اليانسون، الشغلات اللي زي هيك يعني. والواحد مدام عنده خلاط يعني كهربائي وبطحن اللي بده اياه. بس انا اكثر اشي الكمون يعني صراحة، يعني ومش ملحق ما شاء الله، يعني اني بشتري دائما وبحب اني اطحن يكون طازة. لانه شغلة مثلا المجدرة، الاشياء اللي مثلا البرغل، في اشياء هاي البقوليات بدها كمون صراحة. اشياء اللي فيها بصل كمان، يعني لو تدخلوا شوية كمون، لانه الكمون اول اشي بعطي طعم وبمنع النفخة، لانه اكثر البقوليات بتعمل نفخة صراحة. هسا هنا حطينا، شفتوا الباكيت اللي فيه طحين القمح، حطينا هسا شوي
وبتضلكم تقلبوا فيها. طبعا بدكم ترقوها رقيق، اذا خميلي ما بطلع زاكي، يعني بدكم ترقوها قدر الامكان. واللي بيهمني هسه لما نرقها انكم تكثروا طحين، عرفتوا؟ سواء في الرق او لما تلفوها هون، عرفتوا؟ بدكم تحطوا طحين كثير وتلفوها. ليش؟ لانكم هسه بدكم تقطعوها بالسكين خوفا ما انها تلزق، وتحطوها نفس السدر كمان اللي بدكم تحطوا عليه العجين. هسه بعد التقطيع بده يكون كمان عليه ايش؟ شوية طحين. فهاي العملية بدها طحين، اذا ما حطيته كله بلزق في بعض فما بزبط معك، وديروا بالكم. فانا بفضل الله، شوفوا بهاي الاثناء حكيت لكم انا في الفيديو اللي مضى انه والله انا كنت مفلوزة. والله هو كان جوزي برضو فلوزة، يعني أعتقد إنها كورونا، بس كانت جامدة كثير كثير والله. وابني نفس الإشي، بس يعني كانت الضرر أقل، يعني بتحسوا إنه أقل. وأنا الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني فضل من الله عز وجل إنه أجتني خفيف الحمد لله، مش زيهم. لأنه أنا أول ما عرفت حالي إني هيني حسيت إني بدي أفلوز، يعني لا أخفيكم، كثرت من الثومة، من البصل، من الأعشاب، غلي الليمون، عصير الليمون، اللهم صل على سيدنا محمد. شو كمان؟ فيتامين سي. طبعا ربنا الشافي، بس احنا بناخد بالأسباب. فالحمد لله رب العالمين، عشان أقدر أقوم فيهم يعني الحمد لله. والله تذكرت أيام كورونا، يعني قديش كنت حريصة في التعقيم وألبس كمامة، واللي بيجي من برا كنت أعقم المفاتيح، مثلا مفتاح السيارة، أي إشي، أي إشي، الأكياس، أي إشي بدخل هالبيت كنت أعقمه. يعني أنا بالنسبة إلي وهم أحكي لهم البسوا كمامات، أنا ألبس كمامات. طبعا كله عذاب بعذاب، والله تعب، والله إنه أيام كانت ما بعلم فيها إلا رب العالمين. وإيش يا بنت، يعني يا بنات الحلال، بقولكم يا بنت الحلال، يا بنات الحلال، يا حبيباتي. سبحان الله، كانوا يجيبوا لي الكورونا منهم لحالهم، يحكوا لي تفضلي. فأنا أنعدي وأنا عقد ما أكون حريصة انعديت بحدود الثلاث مرات. والله صعبة الكورونا، الله يا رب يشفي كل مريض، ورب العالمين يبعد عنا وعنكم الأمراض صراحة. يعني يعني الواحد لما يتذكر والله أيام ما هي حلوة صراحة. ربنا الحمد لله يبعد عنا وعنكم عن جد الأمراض، وربنا يشافي كل مريض بإذن الله تعالى. والحمد لله كله ابتلاءات من الله، ونحمد الله على كل إشي. فيكونوا يعني إحنا كلنا يعني نمرض في الدار، والكورونا تكون ضار بها الدار كليتها، بس إنه سبحان الله. يعني الأم غير، أكون أنا مثلا أنا تعبانة الله بيعلم في حالي، بس إيش أشوف اللي مرميين، واللي سخونة، واللي بتوجع، واللي كذا. يعني الله يعيني من فوق إني أقوم مثلا. كنت أعمل لهم السلطة، أحكي لكم أفرم مع إيدي، لا يعني كنت تعبانة ما أقدر. يحكوا لي هاي سلطة كورونا، أحطها في محضرة الطعام وأحط فيها البصل والثوم، لأنه خواتي البصل والثوم عن جد برفع عن المناعة. طبعا أكيد ما بدكم تطلعوا، أو بدكم مثلا حدا يزوركم بهاليوم أو كذا، يعني حاولوا إنه ما في طلعة أو حدا بده يجيكم، أو مثلا يعني طب أنتم بتعرفوا حالكم يعني. فكنت أفرمها على المحضرة، وأكثر من الليمون، وكل واحد أعطيه صحن. عدا عن برضو فيتامين سي والشوربات، الأشياء السخنة كنا ناخد يعني مضاد حيوي. بفضل الله يعني الحمد لله، يعني تقعد أسبوع زمن وبعدين يعني كانت تترك أثر صراحة، يعني ما إنها تروح خلص تماما. كانت شو تترك الأثر أكثر إشي إنه القحة هاي اللي مع تحسس، عرفته؟ والجسم بكون تعبان، يعني ما بتحس الواحدة حالها طبيعية، أو الواحد يحس حاله طبيعي، لا لا. بس بفضل الله اللهم لك الحمد، الحمد لله إنه ربنا اللي الشافي والمعافي. يعني إحنا هاي الأسباب بناخد فيها، والباقي على رب العالمين. فسبحان الله. السلطة هاي بعد كورونا وخلصنا كورونا، كنت أيام أكون مثلا بدي أعمل مثلا سلطة، وأكون مثلا مستعجلة، أو عن جد أكون تعبانة، أروح أعملها على المحضرة. طبعا ما بفرمها كثير كثير ناعمة، لا يعني بتكون يعني منيحة، يعني قطعتها، بس إنه
خلص كأنه نفسيًا لمّا يتطلّعوا عليها صاروا يقولوا لنا هاي إحنا بطّلنا نحبها، هاي سلطة كورونا إحنا ما بنحبها. فمن أياميها والله لأ، بطّلت إنّي أعمل السلطة عليها خلاص، بس إلا إذا يعني أشياء بتخُص الطبيخ يعني عرفتوا؟ فالحمد لله رب العالمين. يعني هسّه كل الناس سبحان الله باقول لك في هالمستشفيات وهالكورونا كلّه هذا معبّي الدنيا. الله يعافينا ويعفو عنا والحمد لله رب العالمين. هسه هون بعد ما أنتم شُفتوا كيف إني رقّيت وكانت رقيقة وما أحلاها، أنا كنت معلقة إيش، العدس على الغاز، حطينا ملح، حطيت كمون، بس ملح، كمون، نتفة فلفل أسود، أكثر من هيك ما تحطّوا، يعني ما بيطلع الطعم زاكي، أي بهارات وأشياء زيادة لأ. هون فرمنا بحدود ال4 روس كبار من البصل، شايفين الكمون؟ معلقة كاملة حتى يمكن زدتن كمان نتفة. البصل ما شاء الله القلاية هاي هملانة يعني 4 روس كبار بزيت زيتون، طبعا هاي بدها زيت زيتون. اللهم صل على سيدنا محمد. هسا أنا ناقعة رز حاطه على جنب، عملت بحدود والله أعلم الكاستين، كاسة ونص أو كاستين هيك بحدود يعني. طبعا يعني أنا أياميها وأنا بطبخها عن جد كنت مريضة، فحكيت بدنا أكلات شتوية وأشياء هيك يعني اللي الواحد يقدر إنه يعني يبلعها، لأنه الواحد حلقه ما كانش رايق صراحة. هسا العدس اوعكم إنه يستوي كثير، بخبص. ها أنا حكيت لكم للمجدرة أو لهاي الطبخة دائما العدس اعملوه نص استوى. يعني الحبة بتكون كيف بدي أحكي لكم إنها بتقرش عمستوية هيك، حاولوا هيك بس، أكثر من هيك لا. فإذا بتعملوها مستوية كثير بخبص المجدرة بتخبص الأكل وحتى شكلا ولا طعما إنها بتطلع زاكي، ديروا بالكم. اللهم صل على سيدنا محمد. حتى العين الكبيرة هاي اللي عليها الطنجرة هاي مش راكبة كاينة منيح، ما انتبهت وين إلا هي مشحبرة هالطنجرة، ولو شفتوا شو صار. حكينا خلص ما هي صارت متشحبرة هالطنجرة، خلص بعين الله يعني عبين ما أنا مخلص وخلص بنظفها وبركب العين منيحة، لأنه تركيبها بغلب مش زي العينين الثانية يعني تبعت الغاز. هسا هنا هاي الطنجرة الصغيرة للمجدرة أنا عملت كمية قليل كثير. حطيت كمون وحطيت فلفل أسود وحطيت اللهم صل على سيدنا محمد قرفة، عرفتوا؟ أيوة، وشوية ملح، ولا هي مملحة؟ لا ملحت أنا لأني هذيك العدس ملحته. فأنتوا إذا بتحسوا بدها هاي حطينا كمان، شفتوا يعني إنه بدها شوية. أنتوا لما العجينة إنكم تعجنوها وأنتوا بتبلشوا ترقوا الطنجرة على الغاز عشان ما بيستوي العدس إلا أنتم مخلصين، وديروا بالكم أهم إشي ما يطول العجين بالصدر لأنه راح إيش يلزق ببعضه، حتى لو في طحين إذا طول بلزق في بعضه، عرفتوا؟ ديروا بالكم. طبعا أنا كل شوي بحكي لكم عرفتوا ما تعرفوش. هسا بدنا نحط العجين لما تحطوه على الطنجرة ما تحركوه، إذا بتحركوه دغري بلزق في بعض، فخليه شوي يتطبخ وبعدين بتحركوه، ديروا بالكم. إن بتحسوا الشوربة بيقلي على بالطنجرة، إذا بتحسوها قليلة، لأنها الصراحة بدها المي تكون كيف بدي أحكي لكم، لازم تكون مرقة كطعم أزكى يعني، عرفت؟ عشان إنها ما تلزق في بعضها. وإذا ما حطيتوا مي بزيادة كيف بدي أحكي لكم، قوامها بصير جامد فبتطلعش زاكية. هناك على المجدرة حطينا الرز حطيناه على جنب. هسا إحنا أنا بستنى في إنه البصل يستوي. هسا بنحطه وين على الطنجرة. سبحان الله، المفروض أنا جبت يعني كيف بدي أحكي لكم مغرفة مش مخرمة يعني، جينا بدنا ندير الزيت على الطنجرة درناهن على عين الغاز بتصير بأكبر العائلات عادي يعني، مش مشكلة. فإحنا هون الكمية الأكثر حطيناها بالطنجرة هاي لأنه إحنا الطنجرة تبعت المجدرة صغيرة.
أهم إشي إنها المي شوفوا كيف يعني تكون مرقة وكويسة. هسا أنا بدي أسكب في الصدر، خلصت اتطبخت منيح، عن جد طعمها كانت رهيبة، يا الله ما أسكاها. حطيت بالصدر وحطيت بصحن كبير، وضل سبحان الله هسه بفرجيكم إياه. صحن لونه أبيض عبيته وضل. حكيت والله لحطه بالفريزر، بعد ما برد حطيته بالفريزر، قلت إذا في نصيب إن شاء الله بناكله من طوله وبناكله بإذن الله. ف لازم تاكلوها سخنة طبعا. في بحطوها بصحون، كل واحد مثلا باخذ له صحن. هسا هي بتتاكل باردة، بس يفضل وهي سخنة سخنة، يا سلام ما اسكاها كانت ما شاء الله. هاي الصحن اللي حطيناه ما شاء الله، يعني ما يغركم ملان يعني عن صحنين. كان في يعني في فجل موجود، كلوا معها. عندكم بصل أخضر، عندكم مخلل، شو ما بدكم. هسا هنا بدكم، في ناس بحطوا بصل بزيت وعلى الوجه. لا أنا بما إني حطيت على بالطنجرة خلص. عملنا سلطة، شفتوا هاي مش تبعت كورونا، هاي سلطة عادية. وحكيت لكم لأنه يعني أنا كنت تعبانة فترتها، حكيت بدي أعمل عصير عشان إنه كمان هم يشربوا، يعني اللي في البيت يشربوا. هسا حكيت لكم العصير الليمون. اللهم صل على سيدنا محمد. هسا مش عصير الليمون هسا رخيص. الشاطر اللي بتجيب وبتعصر وبتضب في الفريزر، بتضب بأكياس، بتحط بتبعات التلج هدول شو ما بدها. المهم انه انها تضب، ولانه بكره بغلى، عرفتوا. الله يهدي البال، جاي رمضان، الله يهدي بالنا وبالكم. فوالله بتلقوهن سواء عصير برتقان، في هسه عصير برتقان، حتى البرتقان انه برضو رخيص، تقدروا تجيبوا الجهتين. وانا بفضل تعصروه وتحطوه بالفريزر، ما بفضل تحطوه يعني زي ما هو هيك، لانه راح يغلبكم. انا لاني مجربه صراحه. هسا معلومه والله انه الواحد لانه انا قمت صراحه وحسيت انه التليفون خلص شحنه، رحت اجيب الشاحن. فاللهم صل على سيدنا محمد. والله أنا يعني بدي أنصحكم نصيحة بفترة الشتاء، لأنه الكل مريض والناس مريضة، حتى أحكي لكم بتمرضوا وأنتم في دوركم ما بتعرفوا ليش، أو بتطلعوا من دوركم بتكونوا دفيانين وبتلتفحوا. فدا كثروا من العصائر أو فيتامين سي، كثروا من الليمون ومن البرتقال. أحسن إشي. وشكرا لكم حبيباتي، استمتعت معكم إن شاء الله. وإن شاء الله بفيديوهات تانية بتشوفوا فيديوهات أحلى وأحلى وأحلى إن شاء الله. ويا رب إن شاء الله تضلكم بصحة وعافية، وربنا يهدي بالنا وبالكم يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.